الشعب السوري. قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. وننطلق إلى جبهات أخرى من جبهات القتال، ننطلق إلى اللاذقية الحبيبة وريفها لينضم إلينا من هناك محمد الحسن الناطق باسم فريق نبض الساحل. حياك الله أخي محمد. حياك الله أخي أبو حافظ. أخي محمد الحسن، لو تطلعنا على آخر المجريات الميدانية والعسكرية في اللاذقية وريفها، تفضل. نعم أخي، اشتباكات متقطعة اليوم بين المجاهدين وقوات النظام بالرشاشات والأسلحة الثقيلة في محاولة لقوات النظام السيطرة على التلال التي سيطر عليها المجاهدون يوم أمس، بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي على محاور جب الأحمر جب الغار. أيضا رصد حشود وتجمعات لقوات الشبيحة ومؤازرات قادمة من مدينة اللاذقية تتجمع في محاور قمة النبي يونس بغية هجوم معاكس آخر لقوات النظام على محاور المجاهدين. أخي، يحاول النظام منذ شهور التقدم على محاور جب الغار جب الأحمر ومحور كتف الغنمة لفرض سيطرته على بعض المناطق الاستراتيجية المطلة على سهل الغاب، لمنع وخنق جيش الفتح للتقدم نحو قرية جورين النصيرية ومعسكراتها. أخي، تعد قمة النبي يونس هي القمة الأعلى في ريف لاذقية، ويبلغ ارتفاعها ما يزيد عن 1500 متر عن سطح البحر، وتشرف على مناطق واسعة من 3 محافظات هي اللاذقية وحماة وإدلب. وتكمن أهميتها في أنها تشرف على أغلب المدن والقرى الموالية للنظام، لا سيما القرداحة وجبلة. أخي، نناشد كل فصائل الساحل خاصة وفصائل ومجاهدي سوريا عامة لتوحيد الصفوف وإنشاء غرفة عمليات مشتركة، والتوجه لفتح جبهة الساحل التي خزلت منذ 4 سنوات لأهميتها الكبيرة، بالتزامن مع فتح معركة ريف دمشق لتشتيت النظام والشبيحة، وبالأخص فتح معركة تحرير قمة النبي يونس وصلنفة وما حولها لمنطقتها الاستراتيجية. أن معركة الساحل ومعركة دمشق هم المعركتين الأساسيتين لسقوط النظام الأسدي النصيري وخلط أطباق الدول الداعمة للنظام كروسيا والصين، وتخفيف الضغط على أهل السنة في مدينة اللاذقية الذين يعانون من تضييق وخنق من قبل شبيحة النظام، حيث تقوم الشبيحة بخطف النساء والأطفال وطلب فدية معينة للإفراج عنهم، عداك عن عمليات استيطان العلوية والشيعة المواليين للنظام في منازل أهل السنة، في محاولات للنظام لبسط ذراعه التشبيحية وإقامة دولته العلوية. أخي، نكرر المناشدة للمجاهدين والقادات المتخاذلين عن فتح جبهة الساحل. مرت 4 سنوات وكل سنة تتوعدون بفتح جبهة الساحل ولا تفتح، فهل سنرى معركة تسلج صدور المؤمنين؟ أخي، نعم. وجه رسالة على منبركم المبارك. نعم تفضل. ليس من الضروري أن يكون الجهاد فقط حمل السلاح على خطوط الجبهات الأولى، بل هناك أناس تدعم ثورتنا بمالها وعطائها، بل وقد وهبت نفسها لكرامة شعبنا وشهدائنا. شكر كبير لكل من دعم ثورتنا المباركة بمال أو عتاد أو حتى ولو بغطاء. جزاكم الله عنا كل خير. محمد الحسن الناطق باسم فريق نبض الساحل، وضعتنا في المشهد الكامل لما يدور حقيقة. هذه هي جبهة الساحل، هي مقتل هذا الاحتلال الأسدي. الآن بات المرتزقة الروس